تريد تغير صوتك من هذا الصوت البائس، صوت التعبان، إلى صوت هذا الصوت اللي محترم، أقرب إلى البروفيشنال، بدون أدوات، بدون أي فلوس، بدون أي صرف. بس تابع هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. كثير من المشاكل نعانيها إذا أني وإذا أنتو، خصوصا اللي يشتغلون في السوشيال ميديا أو حتى اللي يشتغلون في مجال التلفزيون أو في مجال حتى الإذاعة. مشكلة الصوت. الكثير من عندكم أو من عندنا ما عنده التولز اللي هي مثلا ما عنده مثلا مايك بروفيشنال، ما عنده غرفة تسجيل صوت. دائما يسجل. أنا الآن دا أسجل في صالة بيتي، وبالتالي يكون التسجيل الصوت تسجيل مو بروفيشنال. صح أني حاط مايك اللي هو رود، يعني يعتبر من النوع الجيد الوسط، لكنه أيضا نعاني من مشكلة أنه يكون الصوت في هولينج، يعني يسموه نويز في مجال التلفزيون، اللي يعرفون في مجال التلفزيون. على العموم، حتى ندخل، شركة أدوبي سوت سوفت وير قبل أشهر بسيطة اسمه بودكاست، يعني أدوبي بودكاست. هذا السوفت وير يخلصك من كثير مشاكل. يعني كأنما عندما تسجل صوت وتجيب الصوت تخليه، طبعا هو لحد الآن بالمناسبة هو فري لحد الآن، فأني حتى ما أطول وحتى يكون الفيديو قصير والكل يستفاد من عنده، أني الآن راح أسجل صوت وأشوفك الفرق بين الصوت اللي هو تسجيل الصوت اللي بالمايك العادي وبالجو العادي، وبين التسجيل عندما أجيب الصوت وأحطه في أعالجه في أدوبي بودكاست. خلينا نسجل صوت. أنا قبل كم يوم سجلت للمنتخب العراقي صوت كان حول تأهلنا إلى كأس العالم. راح أخذ قطعة من عنده وأسجلها. والأمور تزداد حدة وصعوبة، كيف لا؟ والقادم منتخب اليابان الذي يشل الأطراف قبل الأبدان، فكان العكس ما حصل تماما. ليوثنا تضرب واليابان تستغيث حين تقدمنا مرتين وهم يستجدون التعادل، فكانت ركلات الترجيح هي الفيصل لمن يضع قدمه في النهائي. شفت الفرق بين الأول والثاني، بيفور وآفتر، بعد وقبل. الآن أيضا راح أسوي تيست. أنا إذا أتكلم الآن بالجو العادي راح أبقى أتكلم، الآن راح أنتقل إلى المعالجة، يعني هو نفس الصوت لكن أنتقل للمعالجة. شوف الفرق الآن، كيف الفرق بين المعالجة وبين الصوت العادي. يخلصك من الهولينج. يسوي الهولينج يعني اللي هو الجو الصالة، هاي صالة ما بيها عازل صوت. أيضا يخلصك من النويز، يعني أنا هسه في البيت أكو مثلا مرات يكون ناس تتكلم كذا، الأولاد ما أعرف إيش كذا، يخلصك منها تماما. فقضية بسيطة. الفيس ماله هو هذا الأدوبي بودكاست. شوفوا هذا الفيس ماله بسيط جدا، دراج اند دروب، يعني تجيب الصوت تحطه يعالجه، خلاص تسوي له داونلود من هذا الآيقونة. تريد ترجعه تخليه مع الفيديو، تريد تخليه وحده الحالة. فأني بس هذا اللي حبيت أقول لكم إياه، وأعالج لكم، يعالج الكثير من الأمور. إن شاء الله يا رب تستفادون. السلام عليكم.